أيسر الشرقاط وتتدخل بأسرع وقت ممكن. طبعا معنا السيد محمد الجبوري ناشط مدني. مساء الخير سيد محمد. مساء الخير سيد محمد. سيد محمد، أهلا ومرحبا بك بقناة سامراء الفضائية وبرنامج تغطية خاصة. سيد محمد إذا كنت تسمعني. مشكلة؟ إذن يمكن إحنا خلي نرجع له بعد قليل لحين ما يتأمل الاتصال ويكون هنالك تواصل بشكل واضح. وإحنا دائما مثل ما قلنا قبل قليل لحين ما يرجع لنا السيد محمد الجبوري ويكون الاتصال واضح، دائما نناشد ونطالب الجهات المعنية بإعادة النظر بموضوع أيسر الشرقاط. يعني السيد قام مقام القضاء السيد علي دودح اليوم كان مستاء جدا، والرجل يعني يحاول أن يساعد قدر الإمكان، لكن لا يوجد هنالك استجابة من الجهات المعنية. سيد محمد مساء الخير. سيد محمد إذا كنت تسمعني سيد محمد. قناة سامراء. تحية لك وأهلا وسهلا بك. بداية يعني قبل قليل كان معنا السيد علي دودح قام مقام قضاء الشرقاط عبر الهاتف وتكلم بكثير من الأمور، منها كان هو مستاء جدا من موضوع تأخر عمليات تحرير أيسر الشرقاط. كيف تعلق على هذا الموضوع؟ الشرقاط وقضاء الحويجة هي منطقتين يعني تلتصق الأخرى ببعضهما، يعني متقاربتين جدا بنفس المساحة ومحاصرتين أيضا منذ عام كامل، منذ أن قطع خط الإمداد عن المدنيين، منذ أن بدأت الحكومة المركزية بتحرير ناحية القيارة. طيب، يعني منطقة إمام غربي، قرية إمام غربي في الحويجة اليوم تعاني الأمرين. قبل أيام قتل بها صحفيين اثنين من قناة هنا صلاح الدين، وأيضا اعتقل عدد من الصحفيين من قناة سامراء، ولا توجد هنالك حل لهذه المشكلة. يعني اليوم داعش يصول ويجول بقرية إمام غربي، ومثل ما قال السيد علي دودح أنه هي بها 4000 نسمة وفقط 1000 بيت، يمكن بغضون ساعتين يحرروها كما قال السيد علي دودح قبل قليل. يعني اليوم كيف تقيم موقف الجهات المعنية من هذا الموضوع؟ الخرق اللي حدث قبل كم يوم في قرية إمام غربي هو كان خرق أمني، ويعني تسبب بسقوط القرية يعني بتنظيم داعش الإرهابي، وأيضا هناك عوائل اختطفت وهناك صحفيين استشهدوا في نفس المكان. والحكومة المركزية حقيقة الرد كان ضعيف جدا، كنا نتأمل في نفس الساعات تحرير القرية واستعادتها بالكامل، لكن للأسف أكثر من محاولة قامت الحكومة ولم تتحرر القرية لحد هذه اللحظة. هذا حقيقة خرق ينذر بمؤشر سلبي، سيما أن الشرقاط يعاني منذ أن تم تحرير الساحل الأيمن، وهو يعاني من الساحل الأيسر كونه تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، وهناك تعرضات مستمرة على القاطع، وكنا نخشى دائما على قضاء الشرقاط، أقصد الساحل الأيسر المحرر. يعني كنا نناشد ونطالب دائما الحكومة المركزية بتحرير الساحل الأيسر من قضاء الشرقاط وقضاء الحويجة، كونها منطقة أصبحت ملاذ آمن للإرهاب وقاعدة انطلاق لتنفيذ الهجمات الإرهابية نحو كل قواطع العمليات، منها إلى كركوك وإلى صلاح الدين وحتى إلى مدينة نينوى. طيب سيد محمد، بما أنه أنت ناشط مدني وأكيد عن كثب من الصحفيين العراقيين وموضوع الصحفيين اللي قتلوا بقرية إمام غربي، هل كان لديكم موقف واضح وصريح تجاه هذه الممارسات التي تحصل بحق الصحفيين العراقيين، خصوصا يعني بعد انتهاء معركة الموصل كان هنالك حصيلة عن استشهاد 102 صحفي عراقي، وهذا عدد كبير لا يستهان به صراحة. حدثني عن موقفكم اليوم سواء كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي كنشطاء مدنيين.
عندما تحاصر الأخ مصطفى مراسل قناة سامراء الفضائية. نعم. اتصلت شخصيا بالأستاذ مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، وكنت على اتصال مباشر مع سيادة النقيب، وقال لي اني اتصلت بالسيد وزير الدفاع والسيد رئيس اركان الجيش. نعم. ولا زلت يعني بقيت معه على الهاتف لساعات طويلة حتى ان تم فك الحصار عن الاخ مصطفى والمصور الكادر قناة سامراء الذي كان محاصر. نعم. في منطقة امام غربي. وحقيقة يعني تسبب الخرق ايضا باستشهاد الاخوة الزملاء في قناة هنا صلاح الدين الفضائي. للاسف كان ايضا هو تجاهل القطاعات العسكرية الموجودة في قرية إمام غربي وحماية الصحفيين. حقيقة يجب أن تؤمن الحماية للصحفيين، لأنهم هم الذين ينقلون الحقيقة من قلب الحدث ومن أخطر الأماكن، سواء في مدينة الموصل أو في المناطق التي فيها عمليات عسكرية كانت في الأيام القليلة الماضية. حقيقة لابد أن تؤمن يعني حماية دقيقة للصحفيين. ويعني حقيقة دور الصحفي مهم جدا في المعركة، كونه ينقل الصورة الحقيقية للمعركة. ويعني كانت اغلب القنوات تنقل صور مباشره وحيه من المعارك من المدينه القديمه ومن الاحياء التي تم تحريرها. نعم. فلا بد ان تؤمن حمايه دقيقه ورصينه للصحفيين. طيب محمد، يعني هل تعتقد بأنه يعني تأخر العمليات العسكرية في الشرقاط وغيرها من الحويجة وتل عفر والمناطق اللي لا زالت تحت يد داعش، هل تعتقد بأنه ربما سيعطي داعش الفرصة ليستغلها في القيام بأبشع جرائمه بحق المدنيين؟ سلبي كبير جدا، لا سيما أن مساحة الحويجة ليست بالقليلة، بالإضافة إلى مساحة الساحل الأيسر لمدينة الشرقاط، منطقة نعم. واسعة. يعني بدأ الإرهاب يتحرك بها بسهولة جدا منذ أن تحررت مدينة الموصل وتحررت أجزاء كبيرة من محافظة نعم. صلاح الدين. وبدأ الإرهاب يعني يسلك مساحة وحرية واسعة في قضاء الحويجة، وبدأ يعيد تنظيمه بعد سقوط كامل يعني تحرير كامل مدينة الموصل، وبدأ يعيد تنظيمه في قضاء الحويجة، وانطلق نحو هجمات إلى محافظة صلاح الدين وإلى كركوك وإلى ديالى وإلى حتى إلى محافظة نينوى. حقيقة هذا ينذر بمؤشر سلبي، ويعني لابد أن نناشد القائد العام للقوات المسلحة بالنظر والتحرك الفوري، كون الحويجة أصبحت الآن منطلق نحو العمليات الإرهابية لداعش في ذلك القاطع. يعني طيب العمليات يعني المشتركة لديها هيئة التخطيط لابد أن تنظر بموضوع الحويجة، بموضوع الساحل الأيسر لمدينة الشرقاط، كونها أصبحت يعني حقيقة انطلاق خطير جدا، ونحن نقشى على الشرقاط ونقشى على تكريت ونقشى على العلم، كونها يعني هكذا هذه المناطق هي محاذية لساحل الشرقاط الأيسر وإلى قضاء الحويجة، فلا بد أن تحرر بأسرع وقت. بالإضافة إلى أن هناك 100,000 مدني محاصر في قضاء الحويجة ويعانون من حالات إنسانية صعبة. يعني هناك انعدام للمواد الغذائية داخل قضاء الحويجة وأيضا ساحل الشرقاط الأيسر، بالإضافة إلى المواد الطبية وإلى الحصار الخانق الذي ينفذه داعش الإرهابي على العوائل المحاصرة في ذلك القاطع. لا بد أن يكون هناك تحرك سريع وفوري من قبل قيادة العمليات المشتركة ومن قبل القيادة العامة للقوات المسلحة. أن الموضوع ضروري ويشكل فد حالة سلبية لتلك القواطع. طيب محمد، يعني هل للأجندات السياسية والدولية حتى ربما دور في تأخر العمليات كما قال السيد دودح قبل قليل؟ لابد أن تضع الأزمات السياسية جانبا وحلها بعد تحرير هذه المدن، لأن هناك يعني مدنيون محاصرون في تلك المناطق. لابد أن تضع الخلافات في الوقت الحالي تؤجل على الأقل يعني لفترة معينة. أنا قلت أجندات سياسية وليست يعني خلافات، أجندات سياسية، ربما يعني صفقات سياسية أو دولية أو إقليمية مرتبطة بتأخر العمليات كما قال السيد دودح قبل قليل. هل تعتقد أنه ربما هنالك وجود لهذا الموضوع؟ صفقات سياسية أو يعني فد حالات تخطيط لتأخر انطلاق العمليات نحو تلك المناطق، ربما يكون فيها فد استفادة مالية لأجزاء معينة أو لشخصيات متورطة في هذا الموضوع. فلا بد للقيادة العامة أن تتحرك يعني بسرعة كبيرة جدا، لأن الوضع مأساوي في تلك المناطق، سواء الوضع الإنساني أو الوضع الأمني أو الحالة المعيشية التي يعيشها المواطنون في ساحل الشرقاط الأيسر وأيضا في قضاء الحويجة. هناك يعني آلاف المدنيين محاصرين. نعم. يعني في مدن في دول العالم لما يتحاصر مواطن سواء في مول أو في يعني شيء معين في الدول الغربية تنقلب الأمة وتصبح حالة طوارئ، لكن في العراق هناك آلاف المدنيين محاصرين ولا تتحرك الحكومة لهذا الموضوع.
أنا أعتقد أنه موضوع خطير ويجب التحرك فورا يعني. طيب هنالك خلافات مؤخرا حصلت بين صفوف داعش، مثلا عصابات ولاية دجلة وولاية صلاح الدين، تعتقد ربما وجود هذه الخلافات سيسهم يعني بتكسير وإحباط معنويات داعش وضعفهم سلبا على مقر القيادة والسيطرة لدى عصابات داعش سواء في الحويجة أو في الولايات الأخرى؟ نحن دعونا قبل كم يوم في أحد وسائل الإعلام، قلنا يجب على القائد العام أن يستثمر هذه الخلافات في إطلاق عمليات تحرير الحويجة وساحل شرقاط الأيسر، لأن العدو في انكسار حاليا. يجب أن يستثمر هذا الانكسار في تحرير هذه المدن بأقل خسائر بشرية ومعنوية من قبل القطاعات المشتركة. طيب كان هنالك أنباء مؤخرا عن وصول قوات من جهاز مكافحة الإرهاب إلى مناطق إمام غربي مختصة بمعالجة القناصة ومداهمة الأهداف الداعشية، ستكون هذه القوات تحت إشراف قائد عمليات صلاح الدين، ما مدى صحة هذا الموضوع؟ واعتقد انها صحيحه، ويجب تدخل جهاز مكافحه الارهاب في تلك المنطقه، كون الجهاز يتمتع بمهنيه عاليه وحرفيه عاليه، كونه ذات تدريب خاص وذات تجهيز خاص، ويجب ان يشترك في تحرير قريه امام غربي لحسمها خلال ساعات. انا اعتقد لان الجهاز كان لديه صولات في الساحل الايمن في ازقه كبيره واحياء كبيره لا يستطيع اي جيش بالعالم ان يتمكن من الدخول اليها وتحريرها، لكن جهاز مكافحه الارهاب كان لديه صولات وجولات في ساحل الموصل الأيمن، وتمكن من تحرير أغلبية الأحياء المعقدة التي حقيقة تم استعادتها في الأيام القليلة الماضية، وحقيقة هذا مؤشر إيجابي لتحرير قرية إمام غربي. طيب يعني اليوم موقفكم كنشطاء مدنيين ونشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هل سيكون لديكم ربما في القريب العاجل خطة حول عمل ربما مظاهرات احتجاجية، عمل خطة معينة من أجل حث الجهات المعنية على الإسراع بتحرير المناطق المحاصرة بشكل عام، ليس فقط الشرقاط والحويجة وكل المناطق في عموم محافظات العراق؟ هل ربما سيكون لديكم خطة معينة من أجل حث الجهات المعنية على الإسراع بتحرير المناطق المتبقية؟ خطة بنشر بوستات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بتحرير المدن المحاصرة والمدن التي لا زالت يسيطر عليها الإرهاب. حقيقة بدأنا بنشر بوستات عبر مواقع مختلفة على الفيسبوك والتويتر وأيضا مواقع أخرى لمطالبة الحكومة المركزية بالإسراع بتحرير تلك المدن، وأيضا لدينا خطط مستقبلية عند بدء العمليات. حقيقة وسائل التواصل فيها جانبين، هناك جانب من الإرهاب أيضا يدير في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا هناك جانب من الناشطين المدنيين العراقيين وأيضا متصفحين من كافة الشعب العراقي. يعني مواقع التواصل مهمة جدا، ولدينا بيجات معروفة ويعني لديها تأثير كبير على الشارع، فمهم جدا ولدينا خطة إن شاء الله في القريب العاجل. نعم، السيد محمد الجبوري ناشط مدني، شكرا جزيلا لك ولكل هذه المعلومات